المساله دلوقتي ما وصلتش لمساله فلوس، احنا ما وصلتش بينا ان احنا عاوزين فلوس. احنا المساله وصلت لكرامه دلوقتي، احنا بندور على كرامتنا مش بندور على فلوس. بس ده اللي احنا عاوزينه، اهم حاجه الكرامه للعامل المصري. الكرامه، احنا في بلدنا يا جدعان، احنا في بلدنا. المصري تسوى عنده كتير. لجأنا لجهات كتيرة جدا، اضطرونا للاعتصام، اضطرونا للاضراب. احنا اعتصمنا 3 ايام، محدش تفاوض معانا، طول ال3 ايام محدش تفاوض معانا. بعد ما خلصنا 3 ايام مع اول يوم اضراب بدأ التفاوض بشكل ما كملش 10% من مطالبنا الاصليه. فدوت احنا بنناشد بيه كل الناس. ميناء السخنه مش مضربه عشان تضرب اقتصاد مصر. المينا مش مضربه عشان تضرب اقتصاد مصر. احنا دلوقتي من الناس، من جوه الناس، بدأنا دلوقتي ناس من جواها طالبه دلوقتي بشهر، عايزه شهر لاقتصاد مصر، هتتبرع بشهر ميناء السخنه لاقتصاد مصر. المصري تسوى عنده كتير. احنا عمال وموظفين مدينه السخنه المصريه، ونأكد انها مصريه. احنا دلوقتي بنتكلم على مساله كرامه، ما بنتكلمش على مساله فلوس ولا مساله ماده. وان دبي عندها استعداد تخسر قد تحقيق مطالبنا 10 اضعاف المبالغ اللي احنا طالبينها، ومع ذلك بتصر انها تقفل المينا وانها تخسر اقتصاد مصر. لكن احنا اللي بنرفض، احنا اللي بنقبع عشان خاطر نرفع كرامه المصري وكرامه الجمهوريه مصر العربيه. المصري تسوى عنده كتير. نيابة عن عمال وموظفين ميناء السخنة، احنا بنتكلم النهارده، احنا عاملين اعتصام من يوم الخميس وماشيين في القنوات الشرعية للقانون العمل، وما بنخالفش القانون وما بنخالفش أي حاجة تضر مصلحة مصر. احنا طالبين بحقوقنا وبنرفض أي اعتصام مدني أو عصيان مدني أو أي حاجة تضر مصلحة البلد. كل اللي احنا طالبينه ان احنا ناخد حقوقنا مش اكتر. حكومه دبي او اداره دبي هنا هو في مصر بتماطل معانا بقالنا اكتر من سنه، وهي عارفه الحقوق المفروض ان هي تديها لنا من بدري، وعايزين ياجلوا كمان لحد شهر 5 او شهر 4. واحنا بنقول لهم ان في حاجه اسمها اجتماعات طارئه ممكن كانوا يعقدوها من اول ما عرفوا ان احنا هنقف، لكن هم ما عندهمش جديه ان هم يدونا حقنا. احنا بقالنا 4 أو 5 ايام موجودين هنا اهوت، ما روحناش بيوتنا، سايبين عيالنا، سايبين اللي ورانا كله، لان هو ده شغلنا وحياتنا ومصلحتنا، هو ده اللي يوقف البلد على رجليها، عشان احنا في وقت ما ينفعش ان احنا نضر بيه نفسنا ونضر بيه بلدنا. المصري تسوى عنده كتير. احنا اهم حاجه الكرامه في مصر. اي مستثمر جاي، العامل المصري يكون ليه كرامه ويكون ليه احترام. احنا مش تبع اي منظمه، احنا ناس مصريين وبنحافظ على مصر. لا احنا تبع منظمات ولا تبع اي منظمه او بتجينا فلوس او اي حاجه. احنا اخترنا الجهات قبل ما نعمل الاعتصام، وعملنا الاعتصام ومحدش سأل فينا في اي مسؤول. المصري تسوى عنده كتير. ميناء السخنة اللي اتصنفت دوليا على مستوى العالم، اللي بيديرها مصريين واللي بيشغلوها مصريين، واللي طالع عينيهم وماتوا من اجل ميناء السخنة كلهم مصريين. لازم مصر يبقى فيه خط احمر قدام عند العامل المصري، لازم القانون يحمينا. احنا اللي بنحمي نفسنا دلوقتي، مفيش حد بيقف جنبنا الا ربنا سبحانه وتعالى. لازم مصر كلها تتكاتف، مفيش كلمه الناس كلها تجري وراها، مصر كلها تجري ورا الشعارات. احنا هنا مظلومين وكل الشركات حوالينا مظلومه، لازم كل الناس تعرف. المصري تسوى عنده كتير. وفي نقطة لازم يفتكروها ما ينسوهاش، إن إحنا في عز الضرب من 28 يناير وثورة 25 يناير، سيبنا عيالنا في السويس وسيبنا أهالينا وجينا هنا اشتغلنا، وقفنا هنا في الشغل، ما رضيناش نسيب الشغل ونجري على عيالنا، سيبنا عيالنا وقلنا ربنا موجود وجينا هنا واشتغلنا، كلنا جينا هنا واشتغلنا ونزلنا الشغل. المصري تسوى عنده كتير. حسبي الله ونعم الوكيل.